يا هلا ومرحبا فيكم. في الثمانينات وتحديداً في ليالي رمضان وبعد صلاة التراويح كانت الشوارع في السعودية تفضى من الناس والسيارات، والسبب مسلسل واحد قدر يخلي الكل قاعد قدام الشاشة، مو بس بسبب القصة لكن بسبب الثورة اللي سواها في شكل الدراما العربية والسعودية بشكل خاص. رحلتنا اليوم عن مسلسل ليلة هروب. ألف 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 حمد لله على السلامة يا بنتي. ألف حمد لله على السلامة. عين الحسود فيها عود إن شاء الله. ايه يا ولاد، ايش بكم مكشرين كده؟ انتوا زعلانين مع بعض ولا ايه؟ دول فرحانين يا أخويا، زعلانين ده إيه كمان؟ لا يا ماما أنا زعلان، طبعا زعلان. ولد أخوك اللي جريت وجوزتيني هو ناوي يعيشني معاه على طبينا. معقولة؟ طب ده أمه وأبوه مشتهيين الخلفة وربنا أكرمهم بيكي، معقولة يعيشك مع طبينا؟ لا، بكرة يطلقها. واللي جاب لها الله ما أكرمنا بيها ولا بنتك زايدة عنها؟ نجوى قريبة من لحمه ودمه، لكن نورة من فين لفين. ليلة هروب مسلسل سعودي عرض في رمضان 1989 على شاشة القناة السعودية الأولى، من بطولة الفنانين الكبار محمد حمزة، فؤاد بخش، وحمدان شلبي رحمة الله عليهم جميعاً، وأولاد الفنان محمد حمزة وائل ولؤي، والفنان إبراهيم الصلال. والمميز في المسلسل مشاركة مجموعة رائعة من فنانات مصر، أولهم الرائعة سناء جميل، والفنانة زوزو نبيل، وسمية الألفي، وفايزة كمال رحمة الله عليهم جميعاً، ومن تأليف الفنان محمد حمزة وإخراج المخرج المصري عادل جلال. الفنان محمد حمزة بعد نجاح مسلسل أصابع الزمن اللي كان نفس الشيء من تأليفه وبطولته وحقق نجاح كبير، كان التحدي صعب جداً قدامه، لأن كان لازم العمل اللي يجي بعده يكون أقوى وأكثر جرأة. ومن هنا جت فكرة المسلسل، واللي هي الهروب. شخص يتهم بقتل زوجته وهو بريء، فيضطر يهرب لتونس وبعدها لمصر، لكن يكتشف إن في تعاون أمني بين الدول يرجعه عشان يتحاسب. فكرة كانت قوية وجديدة بوقتها، لكن كمان محمد حمزة قال لازم أضيف بعد شيء أخطر، شيء يمس المجتمع بشكل مباشر. ومن هنا بدأت تتشكل حكاية المخدرات اللي كانت تعتبر قضية العصر وقتها، وما زالت للحين قضية تهدد الشباب بشكل كبير. أنا شاعر بالمجهود الكبير اللي بذله الملازم خالد، بس كل اللي قبض عليهم مدمنين. أنا ما أبغى مدمنين، أنا أبغى مروجين ومهربين. المدمنين دول كانوا قدامنا، إحنا ممكن نرسلهم المستشفيات للعلاج. أنا يا عقيد سامي أبغى مروجين ومهربين. أنا والملازم خالد استجوبنا كل اللي انقبض عليهم من المدمنين، ما في ولا واحد منهم دلنا على اسم واحد مروج ولا هم عارفينه. طب والعمل؟ عشان نعرف الراس الكبير لازم نمسك المروجين الصغار اللي بيشتغلوا عنده وبيوزعوا له. فصار المسلسل مو بس دراما، صار رسالة توعوية قوية. ومع تداخل المشاكل العائلية المعقدة في المسلسل وبين المطاردات البوليسية تكونت حالة من التشويق كانت مرة جديدة على المشاهد العربي في ذيك الفترة. وما ننسى أهم مشهد في المسلسل اللي ما زال عالق في ذاكرة الناس للحين ودائما يتكرر، مشهد نجوى لما غرقت في البحر، اللي قامت بدورها الفنانة فايزة كمال، ورد فعل الفنان محمد حمزة في المشهد. يقولون وقتها ما في بيت في السعودية وحتى المدارس إلا وكانوا العيال بينهم وبين بعض يمثلون المشهد ويقلدونه. مدري اللي عاصروا ذيك الفترة يعني كانوا كبار شوي ويفهمون، يقولون لنا في التعليقات الكلام هذا صحيح أو لا.
محمد حمزة كان عنده رؤية مختلفة وسابقة لعصرها، وهنا تظهر عبقريته، وهي مشاركة الفنانين العرب في مسلسل سعودي. وكان سبق وشفنا هالشي في مسلسله أصابع الزمن. هو ما كان يجيبهم عشان الشو أو الشهرة وبس، لا، هو كان يؤمن أن الدراما السعودية هي الوعاء اللي لازم يستوعب الموهبة العربية. كان يبغى يرفع من جودة العمل ويخلي الدراما السعودية توصل لكل الوطن العربي، لكن بنفس الوقت يحافظ على هويتها. عشان كذا كان يصر أنهم يتكلمون باللهجة المحلية، وكأنه يقول تعالوا لعندنا لكن بلغتنا وبقصصنا. وبكذا قدر يثبت أن الدراما السعودية مو بس محلية، لكن تقدر تكون عربية بدون ما تفقد هويتها. وبصراحة مشاركة الفنانات المصريات في المسلسل وإننا نشوفهم يتكلمون بلهجتنا كان شيء مميز مرة وجميل، وكان واضح محاولات اجتهادهم إنهم يتكلمون باللهجة الحجازية الجميلة. لكن طبعا ما نقدر ننكر إن النكهة المصرية كانت تطغى أحيانا، إلا والله كثير، مو أحيانا، لكن طبعا هذا شيء طبيعي، لكن يحسب لهم اجتهادهم ومحاولاتهم. لكن لو بنتكلم بصراحة، في اسم تفوق على الكل، وهي الفنانة سناء جميل. هذه الفنانة كانت مختلفة فعلا، لهجتها كانت طبيعية وجميلة، وأدائها بصراحة كان أسطوري، وحضورها كان طاغي، وكان لها هيبة قوية بشكل مو طبيعي، لدرجة أني أنا نفسي كنت أخاف منها أحيانا. وكمان زوزو نبيل بحضورها القوي، وفايزة كمال بإحساسها الهادئ، وسمية الألفي بجمالها ورقتها. عشان كذا محمد حمزة يستحق بكل جدارة لقب عميد الدراما السعودية. أهرب أروح فين؟ روح أي مكان يا ولدي، تقرير الطبيب الشرعي يقول إنها ماتت مقتولة. لكن أنا ما قتلتها يا أبويا، ما قتلتها. أنا عارف يا ولدي إنك ما قتلتها، لكن في نظر الناس إن أنت المتهم الأول في موتها. يلا يا ولدي، يلا قبل عمتك ما تعرف وتورينا الويل عبال ما تظهر الحقيقة. كفاية يا أمي كفاية. أحمد أبوس يدك عشان تطاوعني وتسمع كلامي. ولدي أرجوك يا ولدي. كفاية يا أمي، أرجوك أنا، كفاية. أما عن أهم لحظة في تاريخ المسلسل كله، فما كانت داخل مشهد ولا في نهاية حلقة، كانت اتصال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكان وقتها أمير منطقة الرياض. اتصل شخصيا على محمد حمزة وشكر على طرح قضية المخدرات والرسالة التوعوية اللي قدمها المسلسل من خلال تسليط الضوء على هذه المشكلة، وهناه على إنه جاب نجوم من خارج السعودية وخلاهم يتكلمون بلهجتنا المحلية. وهالشي خلى محمد حمزة بعدها ما يقبل يشارك في أي عمل خارج السعودية إذا كان بيتكلم فيه بلهجة غير لهجته. شاهد عمل ليلة هروب قبل ما يعرض في القنوات هو وعائلته الكريمة. فيوم من الأيام تلفون البيت، تعرف ما كان في جوالات في الوقت الماضي، تلفون البيت رن علينا كذا قبل أذان الظهر وقالوا والله مكتب الأمير سلمان الله يطول في عمره. تكلم معاه الوالد، شكروا على ما قام به من طرحه لمشكلة المخدرات، لأنها كانت مشكلة المخدرات في ذاك الوقت كانت مشكلة جديدة على مجتمعنا. أيضا أفتكر كلمة قالها أبو فهد الله يطول في عمره، قالها للوالد، قال له أهنيك بأنه جبت نجوم من الخارج وخليته يتكلم لهجتنا المحلية. الموضوع هذا جعل الوالد أنه ما يشارك في أي عمل خارجي بلهجة غير لهجته. وبس، هذه كانت رحلتنا مع ليلة هروب. أتمنى فعلا أن الفيديو يرجع لكم شوي من شعور الزمن الجميل، وإذا قدرت أسعدكم فيا رب تسعدون أختكم بالاشتراك واللايك. يمكن بالنسبة لكم شيء بسيط، لكن والله وقفتكم ودعمكم لي يفرق معي كثير. أشوفكم على ألف خير، في أمان الله.